كل واحد فينا كده جواه حاجه كانها قنبله موقوته، حاجه مستنيه الشراره عشان تنفجر. بس القنبله دي ما بتختارش الناس الغلابه بس، بالعكس هي بتحب تعيش جوه الناس اللي شكلها نظيف، جوه البيوت اللي بتلمع، وورا الناس اللي بتبتسم على الفاضي، وتحت البدل الشيك بتاعت الدكاتره والبشوات. قصتنا النهارده عن واحد من دول، دكتور صيدلي ناجح والناس بتحلف بيه، بس القنبله اللي جواه لما قررت تفرقع مراته اختفت فجاه، والشرطه ما لقتش منها اي اثر غير شنطه مرميه على طريق السويس. البلاغ وصل المباحث في عز الظهر، سواق نقل لقى شنطة سفر كبيرة مرمية في الصحراء على طريق السويس، شك في منظرها. لما الدورية راحت وفتحت الشنطة المشهد كان أبشع من أي كابوس، جثة ست متقطعة، مفيش أي ورق أو إثبات شخصية معاها، مفيش حاجة تدل هي مين. القضية بدأت وهي أصعب ما يكون، جثة مجهولة في مكان مقطوع ومفيش إثبات هوية ولا حتى في شهود. رئيس المباحث المقدم رأفت كان راجل عنده خبرة، عارف إن النوع ده من القضايا مفتاحه بيكون في تفاصيل صغيرة جدا. أول حاجة عملها انه بعت مواصفات الشنطه لكل المستشفيات والاقسام عشان يسالهم هل في اي بلاغات اختفاء او بلاغات عن شنط مسروقه. عدى يوم 2 3 مفيش اي رد، كأن الضحيه دي ملهاش اهل يسالوا عليها. القضيه كانت هتخش ثلاجه القضايا المجهوله، لكن يشاء السميع العليم ان يجي بلاغ من اسم شرطه مصر الجديده، دكتور اسمه هشام الديب جاي يبلغ عن اختفاء مراته مريم. مواصفات الزوجه كانت قريبه جدا من الضحيه. المقدم رأفت طلب استدعاء هشام لمكتبه فورا. دخل هشام بوش حزين وقلقان، كان بيمثل دوره ببراعه شديده، وقال انا اسف يا حضره المقدم اني بزعجكم، بس انا مرعوبه على مراتي. المقدم رأفت عرض عليه كل المتعلقات اللي لقوها مع الجثه من غير ما يعرض صوره الجثه نفسها. هشام اول ما شاف خاتم معين انهار في العياط، عياط كان باين ان هو تمثيل قوي. ده خاتم مريم. اي حد كان شاف هشام وما يعرفش التفاصيل كان لازم هيتعاطف معاه، الا المقدم رأفت كان شايف ان المشهد ده متدرب عليه كويس قوي. التحقيقات الرسميه بدات، هشام كان متعاون جدا، اداهم كل المعلومات اللي هم محتاجينها عن مريم، عن حياتها، عن صحابها. بس كان في حاجه غريبه، اكتشفوا ان حياه مريم الاجتماعيه محدوده جدا، وان هشام كان مسيطر على كل تفاصيل حياتها. هنا الشكوك حوالين هشام زادت، بس مفيش اي دليل مادي ضده، تليفونه متراقب وحركاته متراقبه، والراجل ما بيعملش اي غلطه. القضيه فضلت مكانها اسابيع، هشام كان كل يوم بيجي يسال عن الجديد ويخش يعيط كانه زوج حزين، والمقدم رأفت كان دايما بيستقبله بابتسامه ويفضل يطيب خاطره وهو عارف انه بيبص في وش القاتل. كانت لعبه قط وفار نفسيه. المقدم رأفت قرر ان هو يغير مسار التحقيق، بدل ما يركز على هشام ركز على الضحيه نفسها. طلب سجل المكالمات الكامل لتليفون مريم في اخر اسبوع قبل ما تختفي. كانت قائمه طويله مليانه ارقام، بس كان في رقم واحد بس متكرر بشكل غريب، مكالمات طويله ورسائل كتير. ولما عملوا استعلام عن الرقم طلع باسم حد اسمه سمير، شاب ساكن في المعادي. المقدم رأفت طلب ان هو يعمل استدعاء لسمير. سمير دخل مكتب المباحث وهو مرعوب، وشه اصفر وجسمه بيترعش. في الاول انكر ان هو يعرف مريم اصلا، بس المقدم رأفت قام حط قدامه سجل المكالمات. سمير اعترف فورا، اعترف بعلاقته بيها وانه كان بيحبها بجد، وانهم كانوا مخططين انها تسيب جوزها ويتجوزوا. سمير قال يا باشا والله انا ماليش دعوه بموتها، انا كنت بحبها بس. سمير كان بيعيط وهو بيتكلم. المقدم رأفت بص في عينه بهدوء وقال له اخر مره كلمتها امتى يا سمير؟ سمير وشه اتغير وبان عليه الارتباك. يوم ما اختفت، كنت متفق معاها نتقابل وفجاه ما بقتش موجوده. ولما اتصلت بيها ايه اللي حصل يا سمير؟ سمير سكت للحظه كانه خايف يتكلم. يا باشا انا لو قلت هتفكرني مجنون او كاني بشارك في الجريمه. اتكلم يا سمير، دي فرصتك الوحيده علشان تنجو بنفسك. سمير بلع ريقه بصعوبة. لما اتصلت بيها رد عليا راجل، صوته كان بارد بشكل يخوف. قال لي جملة واحدة بس وقفل الخط. قال لك ايه يا سمير؟ سمير بص في الارض وقال بصوت واطي، قال لي اسأل على شنطة طريق السويس. في اللحظة دي لمعت انتصار لمعت في عين المقدم رأفت. الخيط الوحيد اللي ملوش غير تفسير واحد. الجملة دي محدش عارفها غير اتنين، القاتل والعشيق اللي هو سمير. كل الخيوط دلوقتي بتشاور على شخص واحد فقط، دكتور هشام. بس المقدم رأفت ما كانش عايز يستعجل، كان عايز يقفل كل الثغرات. طلب من النيابة إذن بتفتيش شقة هشام للمرة التانية، بس المرة دي كان معاه الدليل النفسي اللي هيدمر بيه هشام، بس كان محتاج الدليل المادي اللي هيلف حبل المشنقة حوالين رقبته. دخلوا الشقة، هشام كان متعاون جدا. الفريق بدأ يمسح كل حتة في الشقة
شبر شبر. طبعا الاجهزه كانت متطوره، بيدوروا في الحيطان في الاساس، لحد ما واحد من الفنيين وصل لاوضه النوم. الجهاز اللي في ايده بدا يدي اشاره ضعيفه ان في حاجه موجوده تحت الباركيه. هشام لما شافهم مركزين في الحته دي بدا يتوتر وبدا يقول مفيش حاجه هنا يا باشا، تلاقي الجهاز بس بايظ. المقدم رأفت بص له وما ردش وشاور للفني اخلع حته الباركيه دي. تحتها لقوا بقعه دم غامقه بقالها فتره. هنا القناع اللي كان لابسه هشام بدا يقع. خدوا العينه للمعمل والنتيجه طلعت بعد يومين، ودي كانت الضربه القاضيه. النتيجه اثبتت ان فصيله الدم اللي لقوها هي نفس فصيله دم مريم، وتاريخها بيرجع لنفس يوم الوفاه. ما بقاش في اي مجال للشك او الصدفه. هشام كان قاعد في غرفه التحقيقات والمقدم رأفت حط قدامه تقرير المعمل الجنائي. التحليل بيقول ان نقطه الدم دي ترجع لمريم. هشام بص في الورقه وايديه بتترعش. لاول مره البرود اللي هو كان فيه اختفي تماما. حاول يتكلم بس صوته كان مخنوق جدا. انا ما اعرفش الدم ده جه منين، يمكن تعويره قديمه. المقدم رأفت هز راسه باسف وقال له لحد اخر لحظه وانت بتمثل يا دكتور. طيب ايه رايك يا دكتور نسمع شهاده الشاهد الاخير في القضيه؟ ودخل العسكري ومعاه سمير. هشام اول ما شافه وشه بقى ابيض زي الشمع كانه شاف عفريت. المقدم رأفت وجه كلامه لسمير، ممكن تقول لنا تاني يا سمير الراجل اللي رد عليك من تليفون مريم قال لك ايه؟ سمير بص في وش هشام بطريقه تخوف وبعدين بص للظابط قال لي اسال على شنطه طريق السويس. هشام سمع الجمله دي اترعب، كل شيء انهار، كل الاقنعه وقعت وكل التمثيل اختفى. هشام بص للمقدم رأفت وعينه مليانه خوف وبدا يحكي انا ما كنتش عايز اقتلها، انا بحبها اكتر من نفسي، بس هي اللي ابتدت. وبدا يعترف بكل حاجه. حكى انه سمع مكالمتها مع والدتها بالصدفه وعرف منها انها قررت تسيبه وتروح ترتبط بشخص تاني، وانها وصفته ان هو بيحبها حب تملك. ما قدرتش استحمل الكلام، حسيت كأن حد ضربني بسكينه في قلبي. دخلت عليها الاوضه وواجهتها، اتخانقنا، صوتنا عالي وهي فضلت تصرخ في وشي وتقول لي هسيبك يعني هسيبك. فقدت اعصابي، معرفش عملت كده ازاي. زقتها جامد عشان تسكت بس هي وقعت غلط، راسها اتخبط في الكومودينو الخشب، وقعت على الارض ما قامتش. قعدت جنبها ساعات مش عارف اعمل ايه. الخوف من الفضيحه اللي خلاني اعمل كده. بدل ما افكر ابلغ الشرطه واقول انها حادثه، عقلي بدا يرسم خطه عشان ادفن الحقيقه وادفن مريم معاها. اعترف بكل التفاصيل البشعه، من اول تقطيع الجثه لعمليه التنظيف لرمي الشنطه وتمثيل البلاغ الكاذب. كان بيبص للمقدم رأفت وعينيه بتترجاه يصدق انها كانت حادثه وان هشام مش قاتل. لكن المقدم رأفت بص في عينيه ببرود وقال له جملته الاخيره، ممكن تسميه حب، ممكن تسميه جنون، ممكن تسميه حادثه، بس القانون بيسميه حاجه واحده بس، قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد. لان اللحظه اللي قررت تخفي فيها جثتها بدل ما تبلغ، انت اتحولت من راجل غلط لقاتل. القنبله اللي جوه هشام لما انفجرت ما حولتهوش لوحش للحظه، بل لقاتل نهايته محتومه. حكايه اثبتت ان الخيط بين حب التملك والجريمه هو خيط ارفع من خيط العنكبوت، وان الحقيقه مهما حاولت تدفنها في شنطه في الصحراء دايما هتلاقي طريق تطلع بيه للنور.